في الدعاية والتوزيع أهم عنصر هو الكتاب أو المنتج نفسه. وعلى ذكر المادة العلمية وقوة الكتاب، كنا دايما بنختلف أنا ومستر أسامة في سرعة نزول الكتاب لأنه بيتأخر دايما على الناس، وكانت المدرسين بتتواصل معايا طول الوقت. لكن كان مستر أسامة عنده جملة شهيرة جدا، كل ما أكلمه في الموضوع ده يرد عليا بيها: يا إسلام، الانطباع الأول يدوم. لازم الكتاب يكون مادة علمية قوية الأول قبل ما ينزل للناس، ما ينفعش ينزل وهو فيه أخطاء. الفيديو ده عشان أعلن انضمام عضو جديد لكتب التوزيع عندنا بالمكتبة، مكتبة إسلام بالفجالة. والعضو ده يعني هو مش خاص بالثانوي، خاص بالابتدائي، لكن اسم الكتاب ده أنا بحبه جدا. حوالي 5-6 سنين كنت ماسك دعاية الكتاب ده في الجمهورية كلها، وكان متخصص في مدارس اللغات، يعني كان بيعمل منهج المستوى الرفيع لمدارس اللغات ابتدائي واعدادي وثانوي في بعض المناهج. واكيد متحمس جدا، خصوصا لما وصلني الكتاب المره دي، والمره دي خاصه بالتوزيع وبرضه بالدعايه. والحمد لله الكتاب اللي هنعلن عنه حالا هو صاحب سمعه كبيره جدا، والكتاب ده هو ذا رايت واي. سلسله ذا رايت واي رجعت تاني بقوه زي ما انتم شايفين، والبدايه مع ذا رايت واي جرامر كورس، كتابين. ولسه طبعا السلسلة هتكتمل وهيرجع تاني الكتاب المفضل لمدرسين اللغة الإنجليزية The Right Way. كل يوم فيه جديد. سلام.